سلام عسلامة، شنو أحوالكم؟ لاباس عليكم؟ يا رب إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. مرحبا بكم، مرحبا بكل متتبعاتي أحبابي في الله. إن شاء الله يا رب يكون نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام. نبدأ بصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جيتكم في فيديو جديد، فيديو تنشيطي كل نشاط وهمة، بالرغم إنها الدنيا سخونة شوية، سخونة ياسر مش شوية لا محالة. أما هذاك هو يلزم واحد يغير شوي هكايا باش يبدل الريتم، يبدل الجو. من كثر ما واحد الروتين ونفسه هكايا كل شيء. جيتكم في فيديو ان شاء الله يا ربي يعجبكم، كملوا معايا للاخر اكيد باش يعجبكم. باش نعمل تغييرات ان شاء الله في الوسطيه متاع داري. وكملوا معايا للاخر اكيد باش يعجبكم. واللي اول مره يشوف قناتي ما ينساش فضلا وليس امرا يشترك، وما تنسونيش في اللايك، تنسونيش في كومنتر سمع. عرفوني بيكم انتم منين، البلاصه منين، من تونس، من بلاصه من الجزائر، منين معنا عايشين في تونس، عايشين لا. انا نحب نتعرف عليكم وتتعرفوا علي، واللي عنده شي سؤال يحب يساله لي وانا مستعده نجاوب عليه. هكا هو بديت اليوم، قلت نبداها من الاول. عندي مدخل الباب هذاك من فم معناها الوسطيه. الشباك هذاك ديما في الشتي ما نحلاش، بحكم انه هو يحل على الزنقه متاع الجيران وكل شيء، ديما ما نحلاش كان في الصيف هكايا وكل شيء. قلت لك وخليني نحلى الريدو ونغسله. اني نحيته تو حطيته في الماكينه يدور، وقلت خليني ننظفها. المدخل هذاك الكل مش عاجبني وكل شيء. حبيت نبدله هكايا كل شيء، قلقت معناه منه وكل شيء. واصلا كما قلت لكم داري سخونه، ومعناها من فميكا تولي القعده من فم. في الصيف ديما نعمل قعدتي من فميكا، خاطر مروح يدخل من حذا الباب والشباك تولي مروحه هكايا وكل شيء. هكا ونحيت الريدو حطيته يتغسل، وقلت خليني نفضه، اكيد فيه تراب وفيه العجاج والدنيا كل تتعدى عليه معناها، خاصة في الشتي هكا منحلاش بحكم قلت لكم يتوق على الجيران وكل شيء. واصلا نولي مبين خاصة في الليل وكل شيء. نحاول اني ما نحلاش، نحلها كان في النهار ساعات شوية. وذاك هو تو عاد حصيله، قلت خليني ننفضك شوفوا كيفاش تراب وكل شيء. نفضته. وفيه مستكار راهو ماهوش هكاك، ما انيش بابيكي كل كيما قلت لكم فيه مستكار واحد. هو حبيت نبدله شويه، قال لي تو مانيش ما عنديش وقت وقلت كان نحى القديم ترسلي ما عادش نحل الشباك كان ما يركبهوليش المستكار. هكا هو قلت نفضه هكاكا ونغسل الشباك ويا حي كيف يجيب لي الوحده. انا نفضته بعدين قلت لا باش نغسله. دخلت للدوش. هكا هو قلت نغسله، معناه اني نظفت تنظيفه بالكدي وهكا هو. هكا هو نحيته ونفضت التراب اللي موجود وكل شيء. وهكا هو. فيه ياسر تراب وفيه ياسر بحكم كيما قلت لكم الدنيا سخونه، وين ما تمشوا اي بيت سخونه، وخاصه كي يولي الحوش مسكر بصراحه والله ما فماش هوا منين يخش وكل شيء. هذيك من فم عندي صبابيط باش نخرجهم البرة. قبل كنت والله تشوفوا هنا نشعب كلها معناها الوحدة. قال لي ان شاء الله تو نشوف سطا ولا حاجة يا حي معناها كيما توا هات توا نجيب لك هات توا ندير هاوكي. هذاك هو نشع عندنا، نشع بصراحة احنا بلاصتنا كلها نشع. هكا هو خرجت متاع الصبابيط البرة، وقلت باش نبدل نحول هيك الطاولة من فم. وعندي كنابي باش نحطها فم. تولي قاعدة سمحة متاع كان الصبحية سمحة، أما العشية تجيه الشمس بصراحة. ما العصر ورد تولي بلاصة هذيك سخونة، كانش في الليل معناها. هكا هو باش نجبد هذيك الوحدة باش ننظفها، ننظف وراها كل شيء، ننظف اني وراها. اما بحكم كما تعرفوا معنا ايه التراب، والواحد بحكم ان قريبة للباب وكل شيء ديما يلزم التنظيف وكل شيء. وكما تعرفوا مراه في الدار يلزم واحد في الدار ولا مش في الدار يلزم كل مرة حواجة تجبدوها. ما هو مش الواحد الدار كلها باش ينظفها فرد مرة، هاني ينظف كل مرة بليصة شد كوا معناها. مرة الكوجينة بالكدي، مرة الصالة بالكدي، مرة المدخل بالكدي. هذاك باش ما تكثرش عليه وكهو. سسمة بشوية بشوي. وحكم اني قلت لكم معايا صغار وعطلة والله معناها ربي يهديهم وكهوش باش يعمل الوحدة نوسعوا في بالنا وكهو.
يعني قلت خليني نبداها، بديت بكري فطرتهم وقلت خليني وحطيت الفطور ما صورتش معاكم. ركبت ملوخية. كما تعرفوا الملوخية حاجة سهلة، كما تعرفوا الملوخية حاجة سهلة. حطها طيب ورتح مخك باش تعمل حاجة، باش تنقض، باش تعمل أي حاجة. حط ملوخية، لوبيا، مصلي، أي حاجة. هذوك هم اللي يعاونوك معناها تحطهم وتنساهم. ما تقعدش هاك مشيت هاك جيت هاك تعمل مثلا زي كسكسي ولا صلصة ولا حاجة يشدوا لي. هذاك هو حطيت ملوخية، أصلا يحبوها يموتوا عليها ضرارية. هذاك هو سهلة، تخلطها وتحطها وكهو. هكا هو انا نظفتها، نظفت وراها. وشوفوا شوفوا بنتي كيفاش هوانا ترقص معناها باليه معناها. حصيلو ما نحكي لكمش شنو عملوا فيا. راه ما كملنا، اللي يحب يسيق يحب، واللي يحب يمسح يحب. وكي كل واحد نحط يدي في حاجة يقولوا لي اني هاي جتني توريتوها، جتني قالت لي اعطيني نحك اني. قلت اني المره الاولى قلت لها لا، وبعدين لي خممت قلت هي خلت تعاوني يا خيتي يا مخي. اللي يقولي نحب نعمل نقول له هاك اعمل، ما يسالش عاوني. باش نعمل ترى ما انا حتى ينحوا فيه شويه شويه تراب شويه تخطيط بستيلو وكل شيء. انا قلت نعمل عليه دوره هيك وكل شيء، بحكم انه هو اسمه سرفة سير عادي، مش كالمستيك ولا حاجة، مش كالرطب معناه. اي حاجة يديهم فيه شوية تاشات معناها يشدوا بيدهم ولا ستيلو ولا حاجة. الحمد لله ابرك ما عادش ستيلو، تو كبرت نويرة بنتي ما عادش تكتب وكل شيء. اما قبل كانوا ما شاء الله معناها تصوروا في التوامة وفي كل لحيوته كلهم. ما فماش دار ما خططش فيها الصغير، ما فماش دار ما خلبصش في كل بلاصة معناها. والحمد لله ربي يهديهم وربي يوسع في بالنا وكهو. انا جيت الاخرى شافت اختها جتني قالت لي ماما نعمل، قلت لها يلا انطلقي. وكيما تعرفوا زوز صغار كيما اي واحد عنده صغار كيفاش معناها، مرة صحاب ومرة يتعاركوا، يا امي تعالي لها ويا امي شوفيها يا امي صبت عليا وهكا. وتعدى النهار وهكا هو هنا هم يعاونوني وانا نعاونهم هذاك. وقلت خليهم هم يمسحوا. كمل الريدو تغسل، وقلت خليني ننشره مادامني كملت وكل شيء. كان هو شاح وهو كما تعرفوا الدنيا سخونه كل شيء. دخلت تبش عندي فوق الحبل كما ديما الحبل على الجرار، تبش فوق الحبل تبش في الماكينه وهي ماشيه. هذيك مغسل البرة قدام التواليت معناها. معناها تنقص ريحه على التواليت وعلى الكوجينه، خاصه كي يولي ياكلوا ولا حاجه. انا يغسلوا يديهم فميكا معناها في الكوان هذاكي. هكا هو يغسلوا فيها يديهم ولا حتى وجههم الصباح كي تولي مشغولة الكوجينة ولا حاجة. التواليت هكا. وما شاء الله احنا خاصة عيلة هيك وكل شيء. لما حالة من اللي عرسنا هي عاملها هذيك من قبل لا نولو عيلة، من قبل كل شيء. اصلا فيها بلاصة من بارتير خامة مكسرت لي هيك. هو قدش ليها والله الحمد لله كثر خيرها لي قاعدة تلتور خامة معناها شادة. هكا هو أنا قلت ننظفها بالكدي ودرت عليه حصيل الكل بلاصة كل غسلت هذاكي، ودرت على الحيوط غسلتهم الكل وتنظيفة باهية حصيله. هيك على الأقل واحد يشغل ريحة تبديل مادام ما خرجناش وكل شيء. هكا هو. والله التولة خرجناها، التولة مشينا للبحر لا عنا وين مشينا معناها التوا. قاعدين في الدار ربي يسهل وكهو. تحس الطقس العشية بارد والله مش عارفة على الصغيرات. كان هالنهارين هذوما هاو سخن معناها. باقي قبل كان نحسها صقع البحر، حتى ساعات راجلي يمشي البحر مرة ولا زوز قال لي هايج البحر مش هكا اللي مش بحر كيما العادة معناها. هكا هو شاء الله ربي يسهل لنا وكهو. هكا هو انا عملت فيها ماطش كبير حكاية تنظيفة على الأقل باش كل مرة حويجة باش ما معناها الدار ما تدخلش بعضها وما تكثرش عليه الواحد القضية وكهو. كل مرة يشد بلايصة ينظفها وكل مرة يشد حواجة والله المستعان وكهو. ربي يعاوننا إن شاء الله على الصغيرات وعلى الطقس السخون. والله بصراحة لا عاد طيق حتى شيء الواحد من هالسخانة هذه، وخاصة والله اني مريضة هالنهارات هالشقيقة بصراحة والله تعبتني للآخر. لا شتي لا الصيف معناها ما سيبتنيش أصلا، مش عارفة شنو حلها. تعبت منها بصراحة ولا أرهقتني.
والحمد لله الواحد هكا واش باش يعمل. هاك شوفوا النشاع كيفاش ريتوه. معناها الدار كلها خاصة من فميكل كلها نشاع. هكا هو قلت هنا خليني نصوبنها بالكديه هكايا وكل شيء. هكا هو. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا سيكتا تشوفوا الهجوم تو باش يجوني البنيات عاد تو يجوا يجروا اللي هاكا تحب هي اللي تغسل وهي اللي تنظف وهي اللي تحك والله أكثرية الوقت تعرفوا كرام بنتي هي اللي تقول اعطيني نسيق العشية، خاصة العشية نعطيها هي تسيق لي البارتي هذاكي وتسيق مدخل للحوش معناها باش تبرد الدنيا. تقول لي ماما اعطيني، نقولها هي هاك هانك سطيل وانا ما يسالش ماك يولي واحد عنده بنية ولا بنية ولا وليد اللي يحب يعاونك اعطيه يعاونك باش يتعلم انه هو يعاون ويتعلم يعاون والديه معناها وكل شيء. واكيد ما الصغير كان ما يلعبش في دارهم وما يعاونش وما يديرش وين بالله كان في الدار تقول تخاف عليهم توا صيف ما يسالش خليهم ينظفوا ويقدوا هكا وش نعمل لهم ترى. هكا هو. ها وانا سيقت وغسلتهم هكاكا غسلت الحيط بالماء هكا ولين يسهل ربي ان شاء الله ان نعملها اسماء نحى هكا نشع ان شاء الله يا ربي يسهل حتى قبل الشتي كان قدها وكل شيء. هكا هو. هانا جت كرمة بنتي شفتوها حتى عندك بقى جت الصغير وبدو يخرنوا كل واحدة تحب شو تحب، واحدة تحب القومة واحدة تحب المصلحة. هكا هو. ها وينهم هكا الأكثرية داروه هم حصيلوا هاني وياهم وهكا هو ربي يهديهم إن شاء الله ويصلح رايهم وينورهم وليداتي ووليدات أمة محمد أجمعين يا ربي. هكا هو هانهم يعاونوا إن شاء الله ربي يهديهم هي وما يروق لها. والله أنا متغشرتها الطفلة الصغيرة مش راضية معناها حابة كيفاش تعطي لبنتك واني ما تعطينيش قالتلي كان سمعكم التوينوين معناه انا ما بحكم ان من الصوت مداير والله انا وصلت وانون يتعاركوا على القومة كل واحدة منهم واحدة ما تحبش المصلحة قالت لي ما نحبش نفرح بالمصلحة اعطيني نجبد بالقوم. ها وين هكاكا وكا هو ربي يهديهم ان شاء الله. ما عطش حصيلو عملت فيه ما عطش اني وياهم على الاقل هني كملت غسلت الشباك وشاح وتسقطر قلت الركبة خير ما يتكسرش ولا حاجة. والله هي راهو الواحد يبدلش حتى كراسي يبدل من بلاصة لبلاصة أخرى تحسها راحة نفسية معناها حتى لو كان يكون الحاجة مش حاجة كبيرة ياسر ما هيش صالة سمحة معناها مش نقول أني مش سمحة حاجة عادية بسيطة هكايا وكل شيء حتى تحولها من بلاصتها تحس فما تغيير فما تحس راح ترتاح هكايا وكل شيء. هوانا هكاك بدل معناها غيرت وغسلت تحس الدنيا تفواح حكاية فما تغيير معناها واحد يقعدش في ديكور نفسه ديما نفسه على الأقل حتى شوية شوية هكاك والحمد لله يا رب. وديما الإنسان إن شاء الله يا ربي ديما حنية ما الإنسان ديما ساعات ما يرضاش باللي عنده ديما هيك كل شيء ربي يهدينا هيك كل شيء والحمد لله. واحد كان يرضى الرضا بالحاجة هيك كل شيء ديما يحب ما خير عنده أما يحب ديما ما خير يحب ديما ما خير من هكاك الحمد لله يا رب. الواحد ديما يشوف الحد اللي العبد اللي أقل منه باش يرتاح. ما واحد يقول أني ما عنديش هيك الحاجة فما ناس تتمنى فيها تتمنى لو كنت تكون عندها والحمد لله يا ربي الحمد لله. والله تعرفوا ديما نعاود ونقول اللي راهي صحة البدان ما يبدلها حد شيء والله صحة البدان لا يعوضها لا مال لا ديار لا حد شيء. المهم واحد كي يولي صحيحته لباس الحمد لله يرضى باللي عنده وكهو الرضا هو الكل. أبسط الأشياء إنك تكون راضي وفرحان هذيك هي العيشة الواحد حتى كان واحد مرضاش يعيش حياته مش مرتاح مش متهني مش ما يرضى الحمد لله يقول هيك الحمد لله
ويكون سعيد باللي عنده لين ربي. مش معناها الواحد يبطل يقول راني ما عنديش، يقعد حزين ولا يخرنن ولا يونون. ليه ليه ليه؟ ما عندكش اصبر وقول يا ربي. هو ربي اللي يعطي مش العباد، راه هو ربي. وكان ربي مش مكتب باش يعطيك الحاجة اللي حاجتك بها، مازال اوانها، مازال وقتها. واللي يطلب ربي ما يخيبش، راه مش يطلبش العباد، راه اللي يطلب ربي، اللي يخدم ويطلب ربي بإذن الله يعطيه ربي. بإذن الله يكون يقين إن ربي يعطيه. وإن شاء الله يا ربي يعطينا كان الخير وكهو. هكا هو هني ركبت الريدو. حاولت ان الشيرة الاخرى نديرها بالمصلحة، ما حبتش. حاولت معها، حاولت ما نجمتش. كما تعرفوا الصغيرات معايا هوانهم مواكبين الحدث. الصغيرات 3 راه، الصغار الاخرين ما همش معايا الاخرين، اما الصغيرات 3 ديما معايا. عندك انوار وكرام واحمد المشاغب اللي شيح في رجل البنيات الزوز وكهو. انا في الاخر كما جبت الطاولة هني باش وصلت نركبها. هكا في زعما غسلته وشاح ورجعته وكهو. باش يعمل واحد هكا هو. حلوة نظافة، حلوة سمحة بصراحة. واحد كي تحس حتى كي تغسل وديرة تبان الحاجة كي تولي نظيفة وكهو. هني كملت ركبت الريدو. هكا هو السما برسك قريب نكمل هني. هكا هو كملتها، ركبت وقلت خليني ندز الكنابي. هكا هو هني باش نجيب الكنابي دزة. والله عندي الكوام تاعها الكنابي، اما بحكم اني عندي زي مخزن عملاتها فيه، ساعتها كي حولتها من فم البلاصة ما ترفعش معناها الكنابي. سسمة قلت لولدي خرجها قال لي باهي يا امي باهي. هكا هو هذايا نهار الجمعة على اساس باش يمشوا للجمعة. هكا هو ما خرجاشي. ان شاء الله يا ربي تهديهان كما تارو. دايرت لها الكاش هذاك. والله رحمة على الأقل هنا كي يتمسخ إن هي الدهك الكل عليها بصراحة. يقعدوا الصغيرات يتكوا ويديروا معناها هكا. وحبيت نكمل نحط لها الكوام تاعها شوية. أنا ما جابها ليش، إن شاء الله يهديه ربي ويجيبها محلها. هي حطتها في دار عمي معناها، مش زي مخزن هذا في دار عمي مش في داري. يلزم يمشي يهزلها حاجة باش يجيبها وكل شيء. هكا هو هو انا حطيتها وكاك. حتى الزربية درت زربية صغيرة، ما درت لهاش زربية كبيرة بصراحة. عندي الزربية الكبيرة اما باش نغسلها ما زلت ما غسلتش، ما بديتش نغسل بصراحة. عندي في المنشر شوية عامل فيها شوية خدمة باش نغسل في المنشر. هكا هو كما تعرفوا الراجل هاي اللي يحل حاجة هاي تو هيا تو هيا تو. هكا هو نكمل مرعنة العيد متاع مازلت شوية الجديدة هني كملتها. أنا كملتها سيد طاولة حولتها من هني. هذاك مرو عندي مرو كبير معناها والله فيه بيبان طيحين علاش ما نحبش نوريه لكم بصراحة. معناها ان شاء الله ربي يهديه راجلي. هذاك هوانها كيفاش ريتوها والله تعمل 66 كيف وكاكا. انا كملتها رجلتها نظفتها تحس فما راحة تبديل معناها. حتى بدلت حواجه. انا وريتكم شوية منها المارو. هذاك هو هني في العشي. حبيت نوريكم عشي سريع مادام تو عندنا الحم وعيد وكل شيء. الناس كلها عندها الحم مش ما عندهاش. والله عشي معناها بنين بنين وجربوه ان شاء الله ما تندموش معناها بإذن الله كي العسل معناها. هكا وقلت خليني نشاركها معاكم. هذه كل مرة معناها الواحد يعمل حاجة كي مرة مشوي مرة واحد ما دام فما شوية الحم. هذاك هو هني قلت خليني معناها زي قلاية في الطاجين. قصيت طريفات جويدين هكاكا وحطيتها فوق الغاز. صبيت له شوية زيت
ونخليه طشطش شوي، معناها من غير حتى شي، من غير الحوارات، من غير حتى شي. خليت اللحم معناها يتشوح كما يقولوا المصارى، يطيب شوية. حطيتها هنا، شفت الزيت سخن ولا لا؟ حطيتها. وصفة عشية معناها، هذه هكا حاجة سريعة هكا وكل شيء. معناها دهشنا يا خوتي، شنو العشية شنو العشية. والله واحد الناس لك من الفطور نخمم في العشية. هذاك هكاكا غطيتها، وان شاء الله باش هوانا كيفاش. وبعتالي باش نصب لها ان شاء الله كويس مي. هكاكا باش نخليها، وبعتالي باش نصب لها كويس مي باش تطيب بالكدي بالكدي معناها. ونخليها ونغطيها هكاكا باش تطيب اللحمة معناها ما تقعدش نية. وبعتالي باش نجي نقطع لهنا روس بصل. نقطع لها روس بصل جويد. هكا هو بالكدي معناها. باش ندير لها معناها بصل، مانيش دايرت لها الطماطم، مش هي بصل وقرينات فلفل. فلفل بحكم ان احنا والله ما هبطش، ما ندريش عندنا فلفل احمر وهكا الالوان الاحمر والاصفر وكل شيء. عندي قرينات فلفل في الفريجيدير. انا مو بدوي حمار وبدوي شطر احمر وشطر اخضر. هكا هو. قصيتها. والله معناها يعني كنت نعمل بصراحة اللحم كيما هكايا في القلاية، ما نعملش معاه البصل ونعملش معاه الفلفل وكل شيء. اما قداش مرة نشوفها نلقاها في التيك توك ولا نلقاها في اليوتيوب هكايا، قلت خليني نجرب. اما والله جد حلوة بصراحة، على محلها هكا الفلفل، خاصة الفلفل فيه الحار، عطاها بنة مش عادية. وجرباها ان شاء الله، والله والله حلوة هيك. وان شاء الله يا ربي يكون الوصفة تعجبكم وتنال استحسانكم. هو انا حطيتها هكاكا، هذيك نشف ماها، حطيت لها زرصات ثوم، حطيت البصل. والله حلاه حلاه كي العسل على محلاه. والفلفل انا عندي فلفل شوي احمر شوي اخضر. و هكا هو. ونجي هني نحورها ان شاء الله. درت لها شوي فلفل اكحل، شويه حوار، شويه كمون. ما درتش فلفل بودر على خاطر بحكم ان الفلفل حار. هكا وكركم. وخليتها. والله بنة عالمية بصراحة حلوة. ان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم ونال استحسانكم. كان وصلتوا معايا لهني ما تنسونيش في اللايك والكومنتار هكا السمح. ونقولكم ان شاء الله في ميزان حسناتكم، والله يبارك لكم. وجرباها وما تندموش، جرباها وقولوا لي معناها والله حلوه. بعدين قليت معاها شويه بطاطا وكليناها منها للطاجين، معناها ما حطيتش في صحن، خاصه انك